مساء الخير رحيمة العرود. مساء الخير. مرحبا بك. احنا تنتواجدوا في الرواق الوطني باب الرواح بمدينة الرباط، والمناسبة هو الاحتفاء ب60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب. كيف تقرئين هذا الحدث البارز؟ مساء الخير. بالنسبه لي هذا الحدث جد رائع. 60 سنه من الفن في المغرب، يعني من العطاء. كاين رواد وكاين اجيال جديده وكاين مختلف الاعمار والمدن، وكل جيل عنده حكايه ولا عنده قصه ولا ميساج ديال العمل ديالو. بالنسبه لي هذه بحال نقولوا كنعاودوا التجديد ديال الفن. كل فنان كيشوف فنان واحد اخر العمل ديالو تجارب مختلفه. يعني هذا اللقاء جد رائع من هذا الحدث لكل على حسب المده اللي كيتجدد فيها. نعم. 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب، هل هي كافية اليوم باش نتكلموا على فن تشكيلي مغربي عنده خصوصياته وهويته المغربية؟ هو بحال اللي قلتي صراحه، هو 60 سنه من العطاء ما يمكنناش يتسجل في واحد المعرض او واحد الحدث. لان تبارك الله المغرب فيه فنانين مختلفين. بحال اللي كنقول كل واحد عنده واحد رصيد معرفي تشكيلي مختلف. هو خص بالنسبه لي يكون مثلا واحد شهر ديال المعرض، ويكونوا اعمال كتجدد، لان عمل واحد مش كافي باش كتعرف على الفنان وعلى 60 سنه ديال الفن في المغرب. نعم. اليوم تنتكلموا على الرواد في الفن التشكيلي المغربي اللي واكبوا هذه التجربه من 65 حتى 2025، 60 سنه من. في اعتقادك كنت ممارسه واستاذه، كيف هو الفن التشكيلي ديال الشباب الفنان اللي تيبدا اليوم؟ واش عندنا شباب في المستوى لان نراهنوا عليه في المستقبل ديال الفن التشكيلي المغربي؟